بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما سبق أن الشيخ رحمه الله الإمام ابن القيم ذكر أن القلوب تنقسم إلى 3 أقسام حسب ما ورد في الأحاديث: قلب حي مستنير وهو قلب المؤمن، وقلب ميت وهو قلب الكافر، وقلب مريض بين وهو قلب المنافق أو المؤمن ضعيف الإيمان. ومرضه ينشأ من شيئين: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. والقلب لا شك أنه عضو مهم يجب العناية به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه قاعدة نبوية عظيمة من معجزاته صلى الله عليه وسلم وجوامع كلمه. فيجب على المسلم أن يهتم بقلبه، أكثر مما يهتم بجسمه، فإن الإنسان إذا أصيب جسمه بمؤثر بمرض يذهب إلى المستشفيات والمستوصفات ويراجع الأطباء، قد يسافر إلى الخارج ولكن مرض القلب قل من يعالجه ويهتم به، وعلاجه بأمرين: الأمر الأول الدعاء. كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فتقول له عائشة في ذلك: هل تخشى يا رسول الله؟ فيقول: وما يؤمنني يا عائشة والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب أو يقلب قلب عبد قلبه. يقول ابن القيم رحمه الله لما ذكر أهل الفتن وأهل الانحرافات قال: لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. تذكر هذا، تكثر من الدعاء الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو به لقلبه لتثبيته على الدين. ولا يأمن الإنسان على قلبه من الفتن، فيتجنب مواطن الفتن ويتجنب الاستماع للفتن التي تذاع وتنشر، واليوم كثرت وسائلها، يتجنبها محافظة على قلبه، حافظ على قلبه أن يزيغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هم أهملوا قلوبهم، اليهود أهملوا قلوبهم، تلقوا الشبهات فأزاغ الله قلوبهم.
لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولهذا الراسخون في العلم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يزيغ الإنسان بعد الهداية، بعد الإيمان ينحرف بسبب ما يتلقى من الشبهات وبسبب ما يتعرض له من الشهوات، يزيغ بسبب فعله وعدم محافظته على نفسه وعلى قلبه، فيكثر من الدعاء. والأمر الثاني مما يعالج به قلبه تجنب الذنوب والمعاصي، فإنها تمرض القلب وقد تميته. يتجنب الإنسان الذنوب والمعاصي ما استطاع، وإذا وقع منه شيء يبادر بالتوبة، بادر بالتوبة، وباب التوبة مفتوح. العلاج عندك ميسور، ما يحتاج تروح الصيدليات ولا تروح، مفتوح لك تتوب إلى الله وتستغفر، والله جل وعلا يشفي قلبك ما أصابه. يتجنب الإنسان المعاصي ويحرص على ذلك، وإذا وقع في شيء منها فإن باب التوبة مفتوح الليل والنهار، أي ساعة تستغفر الله يسمعك ويستجيب لك. ولا تهمل قلبك يتراكم عليه الذنوب والمعاصي ثم يعمى أو يمرض ويموت. اعتني بقلبك دائما وأبدا. الله جل وعلا إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم كما في الحديث، لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أعمال القلوب إذا كانت صالحة صارت الأعمال صالحة، وإذا كانت القلوب فاسدة فسدت الأعمال. فعلى الإنسان أن يعتني بقلبه دائما وأبدا. نعم.